السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده الكاتشب بمقادير موجوده في كل بيت. عايزه اقول لكم كمان ان الكاتشب بالطريقه دي حرفيا وبدون مبالغه يشبه الجاهز بنسبه 90%. كمان الكاتشب بالطريقه دي عجب ابني جدا لدرجه انه ما كانش مصدق ان انا عملت. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. معايا كده بقى كوباية من الصلصة، نص كوباية من السكر، وربع كوباية من الخل، و ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكوبايتين من المية، ربع كوباية من النشا. أول حاجة بقى كده هحط كوباية ونص من المية، وهسيب نص كوباية المية على جنب، هحتاجها كمان شوية. معايا كمان كوباية من الصلصة، ودي برضو عملتها معاكم على القناة. بإذن الله هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف مع مقادير الكاتشب. نحط كمان السكر والخل والزيت، معلقتين كبار من الزيت، والملح والفلفل الأسمر. بالنسبة لربع كوباية النشا ونص كوباية المية أنا كده سبتهم على جنب، هحتاجهم كمان شوية. هقلب بقى كده المقادير على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار. هنا بقى بعد ما غلي عندي كده حوالي 3-4 غلوات، هبدأ بقى اجيب ربع كوباية النشا ونص كوباية المية، يعني هدوب النشا مع المية، وهبدأ بقى انزل بيها شوية بشوية لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. وطبعا مش لازم احط المقدار كله، يعني حسب القوام اللي انا عايزاه. لو تلاحظوا يعني خدت حوالي نص المقدار. ده بقى الكاتشب اهو بعد ما هدي معايا شوية من السخونية بتاعته. تعالوا بقى نشوف عمل لنا قد ايه، او الكمية معانا طلعت قد ايه. يعني لو قدرنا كده بعينينا نقدر نقول ان دول ازازتين كاتشب، اللي هي الازازة اللي هي بتبقى 340 جرام. يعني بدل ما تروح تشتري دلوقتي الكاتشب، شوفي بقى هيبقى بقد ايه، لا تقدري تعمليه في البيت، وبإذن الله بمقادير موجودة في البيت. زي ما انتوا شايفين بقى الكاتشب اهو لمعته الحلوة. اتمنى طبعا تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.